أغرب 8 حاجات واللي تم العثور عليها داخل الزبالة. وقبل ما نبدأ في الموضوع ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، لأن حرفيا بتعب جدا في جمع المعلومات وتجهيز كل حلقة عشان أعرضها عليكم. فمن الحاجات الغريبة اللي لقوها في الزبالة رقم 1 رماد شخص ميت. يقال إن عامل النظافة في أحد المرات لقى في الزبالة آنية نحاسية فيها رماد شخص ميت، وبعد الاتصال بأسرته عن طريق المعلومات الموجودة على الآنية اتبين إن أسرته اتخلصت من الرماد وكان عن قصد منهم. رقم 2 كتلة الفئران الميتة. في أحد المرات تم استدعاء عمال النظافة في موقع لمعاينة كيس ضخم مربوط على شجرة، فطبعا عمال النظافة اشتبهوا في الكيس وراحوا متصلين بالشرطة، ولما فتحت الشرطة الكيس لقوا حوالي 75 فار مربوطين ببعضهم، وكانت الرابطة بطريقة غريبة جدا، واللي خلى الشرطة تشك في انه كان بيستخدم في احد الطقوس الدينية عند طائفة معينة. رقم 3 الأسلحة. وطبعا مش من الغريب ان عامل النظافة او اي شخص تاني يلاقي سلاح في الزبالة، لان ممكن واحد يستخدم السلاح في جريمة معينة وتخلص منه في الزبالة. ويقال ان عامل نظافة لقى مسدس مغنم عيار 357 في كومة زبالة داخل شقة قديمة. رقم 4 شواهد قبور قديمة. تم العثور في مرة من المرات على مجموعة من شواهد القبور القديمة واللي كانت نحاسية، واللي بتعود للحرب العالمية الأولى والثانية، وده كان داخل صندوق من صناديق إعادة تدوير الزبالة. رقم 5 مسودات رسوم متحركة شهيرة. كان بعض عمال النظافة شغالين في مكان قريب من موقع التصوير المشهور هوليوود، فلقوا مسودات شفافة واللي كانت بتستعمل في إنتاج الرسوم الكرتونية، والمسودات دي كانت قطعة فنية نادرة جدا وتستحق الاقتناء. رقم 6 فلوس في الزبالة. أكيد الموضوع بالنسبة لك طبيعي جدا إن حد يلاقي فلوس في الزبالة، ولكن في الواقع دي لقى عمال النظافة رزم كتير جدا من الدولارات موجودة في كومة زبالة، وطبعا الفلوس صعب جدا إنك تتعرف على صاحبها علشان تقدر ترجعها له مرة تانية. رقم 7 خواتم ألماس. يقال إن عامل نظافة لقى في صندوق زبالة طقم ألماس، وطبعا دي حاجة غريبة جدا لأن الألماس غالي ومش من السهل إنه يضيع من أي حد. رقم 8 نفايات بيولوجية خطيرة في الزبالة. بعض المستشفيات والأماكن الصحية بيشوفوا إن من السهل رمي نفاياتهم الخطيرة في مكب الزبالة العامة، وده بيكون أسهل لهم وأوفر لهم من اتباع البروتوكول المعمول بيه في النفايات البيولوجية. فتلاقي في الزبالة إبر مستخدمة وعقاقير خطيرة وحاجات تانية كتير واللي ممكن تسبب في أذى أي شخص أو حتى تكون سبب في وفاته. خدوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.